في شعب عدده أكتر من 40 مليون نسمة، يعني أكبر من عدد سكان كندا واستراليا مع بعض. عنده لغته، عنده تاريخه اللي عمره آلاف السنين، وعنده أرضه المرسومة بوضوح على الخريطة، بس ما فيهاش حتة اسمها دولته. شعب اتوعد بدولة في معاهدة دولية موقعة ومختومة، وبعد 3 سنين بس اتشال الوعد ده من الورق، زي ما يكون محدش قال حاجة ولا وعد بحاجة. شعب فيه واحد من أشهر القادة في التاريخ الإسلامي كله، وفي نفس الوقت شعب اتحط عليه كيماوي في يوم واحد راح ضحيته آلاف الناس وهم بيتنفسوا الهواء العادي في الشارع. الكلام ده كله عن الأكراد، واحنا النهاردة هنحكي القصة من أول نقطة مكتوبة عنهم في التاريخ لحد ما الأكراد بقوا اسم الأمة واحدة، وهندخل في رحلة طويلة من المعاناة اللي عايشينها لحد يومنا ده. فاقعد وجهز قهوتك لأن الحكاية طويلة ومعقدة قوي. يلا بينا. علشان نفهم الأكراد لازم الأول نروح للجغرافيا، لأن الجغرافيا هنا هي اللي كتبت التاريخ كله. المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها هي سلسلة جبال زاجروس وجبال طروس، يعني الحتة اللي دلوقتي بتتوزع بين جنوب شرق تركيا، شمال العراق، شمال غرب إيران، وشمال شرق سوريا. المنطقة دي معروفة تاريخيا باسم كردستان، يعني أرض الأكراد. بس خلي بالك، كردستان مش اسم دولة قائمة، ده مجرد وصف جغرافي وثقافي لمنطقة موزعة على 4 دول مختلفة، وده هيبقى مهم جدا لما نوصل لآخر الحكاية. وبما إننا بنتكلم عن الاسم، خلينا نفهم كلمة كرد وكردستان دي جاية منين أصلا. الأقرب علميا إن كلمة كرد أصلها من كلمة فارسية قديمة بتتنطق تقريبا كارد، ومعناها الحرفي كان الرحل أو سكان الخيام. يعني الفرس القدامى كانوا بيطلقوا الاسم ده على أي قبائل بدوية بتعيش في جبال زاجروس، مش بالضرورة على مجموعات عرقية واحدة بعينها. أما كردستان فهي كلمة مركبة زي أفغانستان وطاجكستان، يعني كرد ومضاف عليها ستان الفارسية ومعناها أرض أو بلاد، فيبقى المعنى الحرفي بلاد الأكراد. يعني الاسم في الأول كان وصف لنمط حياة ناس بتعيش في الجبال والخيام، ومع الوقت اتحول لاسم قومية وهوية. مين بقى هم أجداد الأكراد؟ هنا العلماء مش متفقين خالص، وده طبيعي في أي شعب عمره آلاف السنين. في نظرية بيتبناها بعض الباحثين، من أشهرهم الباحث مهرادا آيزيدي، بتقول إن أجدادهم هم الجوتيين، وهم شعب قديم كان موجود من حوالي 4000 سنة في منطقة بلاد سومر. وسومر دي كانت من أقدم الحضارات المعروفة في التاريخ، وموجودة في جنوب العراق الحالي بين نهري دجلة والفرات. الجوتيين دول كانوا معروفين إنهم جبليين شرسين. وفي نظرية تانية وهي الأشهر عند الأكراد نفسهم، إن أصلهم بيرجع للميديين، الميدز، وهم شعب إيراني قديم كون إمبراطورية كبيرة حوالي سنة 728 قبل الميلاد، امتدت في نفس المنطقة اللي الأكراد موجودين فيها دلوقتي. وأول ذكر تاريخي مكتوب بوضوح لشعب قريب جدا من الوصف ده موجود عند المؤرخ اليوناني زينفون في كتابه أنابسيس سنة 401 قبل الميلاد، وفي بيتكلم عن قبيلة اسمها الكردوتشي أو الكردوخي، عاشت في نفس منطقة عالي نهر دجلة، وكانت شرسة جدا لدرجة إن جيش يوناني كامل من المرتزقة حاول يعدي من أراضيهم وتعرض لهجمات متواصلة منهم. الاسم كردوخي أو كردوتشي ده قريب صوتيا من كلمة كرد، وده خلى ناس كتير تشوفه كأقرب حاجة لأول ذكر لجد الأكراد. المهم، سواء جوتيين ولا ميديين ولا كردوتشي أو كردوخي، الحقيقة العلمية إن الأكراد زي أي شعب قديم تاني هم نتاج آلاف السنين من الاختلاط بين شعوب وحضارات كتير عاشت في نفس الجبال دي. امتى الأكراد بقوا اسم الأمة واحدة معروفة بهوية واضحة ومكتوب عنها كتاب تاريخي متكامل؟ هنا لازم نمر على واحد من أشهر الشخصيات في التاريخ الإسلامي كله، وهو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اللي معظمنا عارفين عنه إنه بطل حروب استرداد بيت المقدس من الصليبيين سنة 1187، كان من أصل كردي. اتولد في مدينة تكريت، وتكريت دي مدينة على نهر دجلة شمال بغداد بمسافة حوالي 140 كيلومتر، يعني هي في قلب العراق مش في المناطق الكردية بالجبال، لأن عيلته كانت مهاجرة هناك عشان تشتغل في خدمة الدولة. وأكيد عارفين إن بعد كده صلاح الدين كون الدولة الأيوبية. ووجود شخصية بحجمه على مسرح التاريخ الإسلامي كان دليل واضح إن الأكراد مش مجرد قبائل مبعثرة في الجبال، دول كانوا جزء أساسي من نسيج الحضارة الإسلامية بيوصلوا لأعلى المناصب.
بعد كده الأكراد فضلوا متوزعين على إمارات صغيرة، كل إمارة بتحكم وادي أو منطقة معينة، لحد ما جينا لسنة 1514، وهي سنة فاصلة جدا في القصة كلها. في السنة دي حصلت معركة جالدريان بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول والدولة الصفوية الشيعية بقيادة الشاه إسماعيل الأول. وهنا ظهر شخص كردي مهم جدا اسمه إدريس البدليسي، وهو عالم وسياسي كردي أصله من مدينة بدليس، وبدليس دي مدينة موجودة في شرق الأناضول يعني في تركيا الحالية، وكانت مركز سياسي كردي مهم جدا من قرون. الدولة العثمانية بعتت إدريس عشان يقنع أمراء الأكراد إنهم ينضموا للسلطان العثماني ضد الصفويين، وإدريس نجح في ده. أكتر من 20 إمارة كردية دخلت في تحالف مع العثمانيين، وده كان ليه دور حاسم في انتصار العثمانيين في المعركة. في المقابل السلطان سليم الأول اعترف بحكم ذاتي واسع للإمارات الكردية دي، يعني يسيبهم في حالهم يحكموا نفسهم بنفسهم، يورثوا الحكم لأولادهم من غير ما الدولة العثمانية تتدخل في شؤونهم الداخلية، بشرط يفضلوا حلفاء للسلطان وقت الحروب. الاتفاق ده اللي بعض المؤرخين بيسموه اتفاق جالدريان فضل شغال لقرون، وفضلت كردستان مقسومة لإمارات شبه مستقلة على حدود الصراع بين العثمانيين السنة والصفويين الشيعة. وهنا نوصل للحظة اللي احنا داخلين عليها من الأول، لحظة تكوين الأكراد كاسم الأمة واحدة موثقة تاريخيا. سنة 1597 أمير من نفس منطقة بدليس اسمه شرف خان البدليسي كتب كتاب اسمه شرف نامة، ومعناه كتاب الشرف. الكتاب ده بيتوصف بأنه أول تاريخ شامل مكتوب للأكراد، وفي شرف خان جمع تاريخ 47 سلالة حاكمة كردية مختلفة تحت مظلة واحدة، وقدمهم كأمة واحدة ليها تاريخ وهوية مشتركة رغم انهم متوزعين على امارات متفرقة. من هنا شرف نامة اتحط عليه انه اول مصدر بيوثق فكرة ان الاكراد امة واحدة مش مجرد قبائل متفرقة، وده بيتفق مع كلام ديفيد ماكدوال في كتابه A Modern History of the Kurds اللي بيتكلم فيه عن ازاي الهوية الكردية اتشكلت عبر قرون من التفاعل بين القبائل والامبراطوريات الكبيرة اللي كانت محيطة بيها. المرحلة اللي فاتت كان فيها الأكراد بيحكموا نفسهم بنفسهم تحت مظلة الدولة العثمانية، بس القصة اتغيرت في القرن ال19 لما الدولة العثمانية بدأت مرحلة إصلاحات كبيرة اسمها التنظيمات، وهي نفس فترة الإصلاحات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو ماذا لو الدولة العثمانية ما انهارتش. المهم كان من أهم أهدافها إنها تلغي الحكم الذاتي بتاع الأقاليم المختلفة وتحكمها مباشرة من اسطنبول. طبعا الأكراد رفضوا الفكرة دي تماما، وحصلت ثورات كتير وأشهرها ثورة بدر خان بيك في أربعينات القرن ال19، لكن العثمانيين قدروا يقضوا عليها ويلغوا معظم الإمارات الكردية شوية بشوية. يعني الحكم الذاتي اللي استمر حوالي 300 سنة اتلغى تدريجيا في فترة قصيرة نسبيا. بعد كده جت الحرب العالمية الأولى، وهنا بدأت المأساة الحقيقية. سنة 1916 بريطانيا وفرنسا عملوا اتفاقية سرية اسمها اتفاقية سايكس-بيكو، وفيها قسموا أراضي الدولة العثمانية المتوقع سقوطها بينهم من غير ما يسألوا الشعوب اللي عايشة هناك رأيهم إيه. وبعد ما الدولة العثمانية خسرت الحرب جه دور المعاهدات، وهنا وصلنا لأهم لحظة في القصة كلها، معاهدة سيفر اللي توقعت في 10 أغسطس سنة 1920. المعاهدة دي في موادها رقم 62 و63 و64 اعترفت رسميا بحق الأكراد في إقامة دولة مستقلة اسمها كردستان في المناطق اللي أغلبيتها كردية شرق نهر الفرات، ودي كانت أول وآخر مرة كردستان تتكتب رسميا في معاهدة دولية موقعة كدولة محتملة. الأكراد طبعا فرحوا وشافوا إن حلم الدولة قرب، بس الفرحة ما كملتش. الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك رفض معاهدة سيفر من الأساس وقاد حرب استقلال تركيا قدر فيها ياخد جزء كبير من الأراضي اللي كانت المعاهدة هتديها لليونان وللأكراد والغيرها، والنتيجة إن معاهدة سيفر اتشالت خالص واتعملت مكانها معاهدة جديدة سنة 1923 اسمها معاهدة لوزان. المعاهدة الجديدة دي ما ذكرش فيها ولا كلمة واحدة عن كردستان أو حق الأكراد في دولة. يعني في 3 سنين بس من سنة 1920 لسنة 1923 الأكراد اتوعدوا بدولة بموجب القانون الدولي، وبعدين الوعد ده اتشال تماما وكأنه ما كانش موجود من الأساس، واتقسم شعب واحد على 4 دول مختلفة، تركيا والعراق وسوريا وإيران، وكل واحدة بتعاملها كأقلية عندها مش كأمة ليها حق تقرير المصير. والتفاصيل الكاملة للمعاهدتين دول ذكرناها بالتفصيل برضو في نفس الفيديو ماذا لو الدولة العثمانية ما انهارتش لو حابين ترجعوا له.
وفي نفس الفترة دي حاول الشيخ محمود الحفيد البرزنجي، وهو زعيم ديني كردي كان من كبار وجهاء منطقة السليمانية، وأعلن دولة كردية باسم مملكة كردستان في مدينة السليمانية شمال العراق من سبتمبر 1921. لكن المحاولة دي اتقضى عليها تماما من قوات الانتداب البريطاني على العراق، وانتهت رسميا سنة 1925. يعني من هنا الأكراد دخلوا في مرحلة جديدة كاملة، مرحلة الشعب المقسوم على 4 دول. كل محاولة للحكم الذاتي أو الاستقلال بتتقابل بقمع من الدولة اللي هم فيها، وده الخط اللي هيتكرر معانا كذا مرة في الأجزاء الجاية. نيجي بقى لأكتر فصل مؤلم في القصة كلها، وهو اللي حصل في العراق في الثمانينات. صدام حسين رئيس العراق وقتها كان دايما شايف ان الأكراد تهديد لسيطرته على شمال العراق، خصوصا ان مصادر النفط الكبيرة موجودة في نفس المناطق دي. في مارس سنة 1987 صدام حط ابن عمه علي حسين المجيد أو المجيد مسؤول كامل الصلاحيات على شمال العراق، وده الراجل اللي هيبقى معروف بعد كده باسم علي الكيماوي. المجيد أو المجيد أطلق حملة عسكرية واسعة اسمها حملة الأنفال، امتدت من فبراير لحد سبتمبر سنة 1988، وكان هدفها المعلن حل المشكلة الكردية في شمال العراق. الحملة دي شملت تدمير آلاف القرى الكردية وتهجير مئات آلاف من الناس واستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا. المعلومات دي كلها موثقة في تقرير منظمة Human Rights Watch الصادر سنة 1993 باسم الإبادة الجماعية في العراق، حملة الأنفال ضد الأكراد. والتقرير ده قدر عدد الضحايا بين 50,000 ل 100,000 قتيل على الأقل، وفي مصادر كردية بتقول إن الرقم وصل لحوالي 182,000. وأكتر لحظة رمزية ومؤلمة في الحملة دي حصلت يوم 16 مارس سنة 1988 في مدينة حلبجة، وحلبجة دي مدينة كردية موجودة في محافظة السليمانية شمال شرق العراق، قريبة جدا من الحدود مع إيران، وكان وقتها فيها حوالي 80,000 نسمة. في يوم واحد بس طائرات عراقية قصفت المدينة بخليط من غاز الخردل وعدة أنواع من الأعصاب السامة زي غاز التابون والسارين لمدة 5 ساعات متواصلة. النتيجة كانت مقتل ما يقارب 5000 مدني في يوم واحد بس، أغلبهم نساء وأطفال، وده يعتبر أكبر هجوم كيماوي على مدنيين في التاريخ الحديث. وحسب نفس تقرير Human Rights Watch صور الضحايا اللي ماتوا في وضعية عادية جدا في الشارع أو قدام بيوتهم، ده غير إنها بقت من أشهر صور المأساة الإنسانية في القرن العشرين. بعد سقوط نظام صدام حسين سنة 2003 اتحاكم علي حسين المجيد وحكم عليه بالإعدام، والقضاء العراقي اعترف رسميا بمذبحة حلبجة كجريمة إبادة جماعية. الأكراد في العراق فضلوا لسنين طويلة بعد كده تحت حكم مركزي قامع من بغداد، لحد ما جت حرب الخليج الثانية سنة 1991 وغيرت المعادلة كلها. وده اللي هنكمله بعد كده، بس لما نكلمكم عن جبهة تانية مفتوحة في نفس الفترة تقريبا وهي موجودة في تركيا. نروح بقى لتركيا لأن فيها كمان فصل طويل من الصراع. سنة 1978 شاب كردي اسمه عبد الله أوجلان كان طالب سياسة في جامعة أنقرة، أسس حزب اسمه حزب العمال الكردستاني ومعروف اختصارا باسم PKK. الحزب ده في الأول كان تنظيم مركزي يساري، يعني بيؤمن بفكر كارل ماركس القائم على أن المجتمع لازم يتقسم بالعدل بين الطبقات العاملة والغاء الملكية الخاصة الكبيرة. أوجلان طبق الفكر ده على قضية الأكراد، وهدف حزبه المعلن كان إقامة دولة كردية مستقلة داخل تركيا. سنة 1984 الحزب حول نشاطه من سياسي لعسكري، وبدأت حركة عصابات مسلحة ضد الدولة التركية استمرت لعقود وراح ضحيتها أكتر من 40,000 قتيل من الطرفين، وده رقم مهول جدا لصراع داخلي في دولة واحدة. تركيا وكمان أمريكا والاتحاد الأوروبي صنفوا PKK كتنظيم إرهابي، بينما جزء كبير من الأكراد شافوه كحركة مقاومة بتدافع عن حقوقهم. القصة وصلت لذروتها سنة 1999 لما عبد الله أوجلان بعد ما طرد من سوريا تحت ضغط تركي فضل يتنقل من دولة لدولة يدور على لجوء سياسي، من روسيا لإيطاليا لليونان، وكل دولة كانت بترفضه وبتطرده تحت ضغط دبلوماسي من تركيا، لحد ما وصل بمساعدة الاستخبارات اليونانية لكينيا، وكان مختفي هناك في السفارة اليونانية لحد ما يترتب ليه لجوء في مكان تاني. يوم 15 فبراير سنة 1999 المخابرات التركية بمساعدة استخباراتية من دول تانية نفذت فيه عملية خطف من نيروبي عاصمة كينيا، وقبضوا عليه وهو في طريقه للمطار ورجعوه لتركيا عشان اتحكم عليه بالإعدام في الأول، بس تركيا لغت عقوبة الإعدام سنة 2004 فتحول الحكم للمؤبد.
المهم إن حتى وهو في السجن أوجلان فضل الشخصية الرمزية الأكبر للحركة الكردية في تركيا. يعني لو جمعنا الصورة لحد هنا، الأكراد في نفس الفترة تقريبا كانوا بيقاتلوا جبهتين مختلفتين، جبهة الإبادة في العراق وجبهة حرب العصابات الطويلة في تركيا. وده غير معاناتهم اليومية في إيران وسوريا كأقلية من غير حقوق سياسية كاملة. النقطة اللي هتغير المعادلة شوية خصوصا في العراق كانت حرب الخليج الثانية. بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991 الأكراد قدروا يبنوا شبه دولة حقيقية اسمها إقليم كردستان العراق، وعاصمتها مدينة أربيل. الإقليم ده بقى معترف بيه دستوريا بعد سقوط صدام سنة 2003، وبقى أقرب حاجة لحكم ذاتي كردي حقيقي بحكومة وبرلمان وقوات عسكرية خاصة اسمها البشمركة. الحلم الأكبر كان دايما الاستقلال الكامل، وده اللي حاول يحققه رئيس الإقليم مسعود بارزاني لما نظم استفتاء على استقلال إقليم كردستان يوم 25 سبتمبر 2017. نسبة نعم في الاستفتاء كانت مهولة، حوالي 92.73% من المصوتين. بس الفرحة ما استمرتش، لأن الحكومة المركزية في بغداد رفضت الاستفتاء ده من الأساس. وبعد أسبوعين بالظبط يوم 16 أكتوبر 2017 القوات العراقية دخلت واستولت على مدينة كركوك، ودي مدينة غنية بالنفط وكانت تحت سيطرة الأكراد، وده من غير ما يقابلوا مقاومة تذكر. تركيا وإيران كمان قفلوا حدودهم وأجواءهم مع الإقليم عقابا على الاستفتاء ده، والنتيجة كانت كارثية. الإقليم خسر حوالي 40% من الأراضي اللي كان بيسيطر عليها، ومسعود بارزاني استقال من منصبه في نهاية أكتوبر من نفس السنة. يعني تاني مرة في تاريخهم الأكراد بيوصلوا للحظة قريبة من الاستقلال، وفي النهاية بترجع تتحسب عليهم خسارة. آخر محطة في رحلتنا هي سوريا. مع اندلاع الحرب الأهلية السورية سنة 2011 والفراغ الأمني اللي حصل، الأكراد في شمال شرق سوريا قدروا يبنوا نظام حكم ذاتي خاص بيهم عرف باسم روجافا، ومعناه بالكردي الغرب لأنها بتشير لغرب كردستان. القوة العسكرية الأساسية هناك اسمها قوات سوريا الديمقراطية، ومعروفة اختصارا بSDF. ورغم كل التحديات والصراعات المستمرة للنظام ده، اعتبرها كتير من المراقبين أقرب نموذج لحكم ذاتي كردي ناجح نسبيا في العصر الحديث. بس مستقبلها لسه غامض وسط التغيرات السياسية المستمرة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. في النهاية القصة دي مستمرة لحد النهاردة وسط 4 دول وملايين البشر بيدوروا على حاجة بسيطة في جوهرها، إن هويتهم وتاريخهم يتقدر زي أي شعب تاني. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في الحلقات الجاية. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة. سلام.